للاسف رجاله كتير فاكره نفسها رجاله وبتعمل السبع حاجات دول وعايشه في الوهم ده. وتعالى كده عايز اقول لك على حاجه، لو انت بتعمل السبع علامات دول فانت بتقتل رجولتك. انا يوسف حسن، والفيديو ده اقول لك على السبع حاجات اللي انت لو بتعملهم بجد فانت حرفيا بتقتل رجولتك. فشوف فيديو الاخر، اقفل على ايدك، مش عايز تفضل تقلب في الموبايل كتير، وركز عشان تلحق الباقي من رجولتك. الانترو كانت صعبة شوية، بس محدش هيقول لك الكلام ده غير اللي بيحبك واللي عايزك تبقى في عين نفسك راجل قبل عين اي حد. فبس يلا من غير كلام كتير انزل اعمل سبسكرايب وتعالى اقول لك على السبع علامات. اول علامه هي التهرب من المسؤوليه. اكيد سمعتها وعارفها، بس بقى في اشكال جديده للتهرب من المسؤوليه، زي اللي دايما بيفضل يرمي عيوبه على اي حد ويفضل يلوم اي حاجه لكن ما يلومش نفسه، ودايما تلاقيه بيقول الظروف مش مساعداني، اقتصاد البلد واقع، الناس دي هي السبب في المشاكل بتاعتي. طب ما الظروف صعبه على الكل يا بطه، حتى الغني برضه الظروف صعبه عليه. بس انت وكل واحد فينا مسؤول عن حياته وقراراته ومسؤول عن وقته، وحط تحت دي 100 خط. عشان تبقى راجل بجد لازم تستحمل الظروف وتقف في وشها، وكل ما تصعب تبقى انت اصعب منها وتقول لها انا قادر على اي حاجه. ولو غلطت خليك معترف بغلطك، ما تفضلش قاعد زي الولايه حاطط ايدك على خدك تفكر في الغلط اللي انت عملته قد ايه انت ندمان. لا، شوف انت غلطت في ايه وصلحه. تاني علامه هي قله الثقه في النفس. الراجل الضعيف دايما متردد وخايف ياخد قرار، تلاقيه دايما محتاج حد ياكد له ويطبطب عليه ويقول له عاش يا بطه انت ماشيه في الطريق الصح. الثقه في النفس عمرها ما كانت حاجه بتتولد بيها، الثقه في النفس حاجه انت بتبنيها. مع كل قرار انت بتاخده بنفسك ومع كل انجاز انت بتعمله انت عمال بتعزز ثقتك في نفسك. وتخيل بقى القرار اللي انت اخدته بنفسك طلع صح، كم الفخر وكم الثقة اللي انت هتحس بيها ما تتوصفش. كل ما تحقق انجاز بسيط كل ما ثقتك في نفسك هتزيد، فخلي عندك ايمان بنفسك واجري ورا حلمك. تالت علامة هي انك تبقى متعلق بالعادات السيئة. الراجل الضعيف مش بيقدر يتخلص من العادات السيئة حتى هو عارف ان هي بتأذيه، زي مثلا انه بيسهر من غير سبب، قاعد يقلب على السوشيال ميديا. هات ورقه وقلم واكتب فيها كل العادات السيئه اللي انت بتعملها وخليها واضحه قدامك. شوف كل عاده هتعرف تبدلها بايه، وليكن مثلا السهر او اللي انت قاعد على التليفون قبل ما تنام بتفضل تقلب عليه، بدلها بانك تقرا كتب قبل ما تنام. ولو بتلعب في نفسك بدلها بالجيم. لو عملت كده انت حياتك هتتغير 180 درجه. زي صديقنا اللي اشترى كورس خطة التخلص، كان اشتراه قبل ما نرفع على الموقع بتاعنا من زمان. كان بيعاني من نفس المشكلة دي وكان عنده إدمان كبير جدا للعادة السرية، ما كانش في يوم بيعدي عليه غير ولازم يعملها، وحاول كتير يبطلها بس معرفش. دلوقتي بقى دخلي بعد ما طبق خطة التخلص وقال لي ان هو بطلها لاكتر من 120 يوم، وبدأ يلاحظ تحسن كبير في حياته وفي نومه. حياته اتغيرت للأحسن، وده يثبت انك لو عندك إرادة هتعرف تتغلب على أي عادة. رابع علامة وهي الفشل في التخطيط. الراجل الضعيف هو اللي بيعيش يومه من غير خطة واضحة، كل يوم بيصحى مش عارف يعمل ايه ولا يومه هيمشي ازاي. اما الراجل القوي هو اللي عنده خطة واضحة واهداف واضحة بيشتغل عليها كل يوم، حتى لو الخطة اتغيرت برضه الهدف لسه موجود وبرضه هيوصل له. خد وقتك في تخطيطك ليومك، في اسبوعك، في شهرك، وعلى قد ما تقدر التزم بالخطة. خامس علامة وهي إدارة الوقت. بص من الآخر، إدارة الوقت للرجالة. الراجل الضعيف هو اللي ما بيعرفش يدير وقته، اللي بيسيب وقته يضيع هوا. اي حد كده يجي يضيع له وقته ملطشه الكل، فطبيعي الناس مش هتشوفه غير ان هو لسه عيل صغير. اما الراجل الجد هو اللي بيعرف يستغل كل دقيقه في يومه وعنده جدول منظم. ودي كانت مشكله موجوده في ناس كتير دخلوا بعتوا لي على التليجرام لحد ما اشتركوا في كورس قوه اداره الوقت، والكورس ساعدهم بشكل كبير جدا في انهم يعرفوا يديروا وقتهم ويعرفوا يغيروا حياتهم للاحسن. تقدر تشوف كل الكلام ده على الموقع بتاعنا lister.com، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. سادس علامة وهي انك مش مهتم بصحتك، سواء كنت تخين وكلك دهون وما فكرتش حتى في انك تحسن من صحتك، او كنت رفيع ويا دوب الهوا بيطيرك. وانا مش بتريق، انا بحاول اطلع الراجل اللي جواك عشان فعلا تبتدي تغير من صحتك. واللي جاي ده اعلان لعرض، فلو عايز تعمل سكيب للعرض فبراحتك. والعرض هو شهر مجاني للاونلاين كوتشنج، هيتعمل لك فيه نظام غذائي معمول خصيصا ليك، وهيتعمل لك فيه نظام تمرين مشروع بالفيديوهات، وكمان هتاخد خصم 50% على جميع الاشتراكات لحد اخر السنه. وبس كده؟ لا، هتاخد كورس قوه اداره الوقت مجانا، زائد انك هتاخد كورس قوه التخلص من العادات السيئه، وكل ده بسعر رمزي جدا، زائد ان السعر عليه خصم 50% لأول 50 شخص هيلحق مكانه في العرض. وعايزك تعرف إن نسبة كبيرة جدا من الفلوس هتطلع لأهلنا اللي هناك اللي ربنا يعينهم في ظروفهم اللي هم فيها. فبس مستني إيه؟ الحق غير من نفسك. سابع وآخر علامة هي إنك بتهرب من التحدي. بص، هي الدنيا كلها عبارة عن تحديات، وربنا دايما بيحط لك تحديات قوية وصعبة عشان بيحبك وعايزك تبقى راجل، عايزك تبقى قوي، لأن خير الرجال القوي الأمين. والقوي هنا مقصود بقى قوي إيمانا ودينا
وقوي رجوليا برضه، سواء بدنيا وسواء كل الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه. والراجل يعني اللي هو لا مؤاخذه الضعيف هو دايما اللي بيحب يفضل متكتف في الكومفورت زون بتاعته او المنطقه المريحه بتاعته. اما الراجل الجد هو اللي بيحب يواجه التحديات، يخلص التحدي من هنا يعمل لنفسه تحدي من هنا. يعمل مثلا نفسه تحدي انه في خلال شهر واحد يزيد اكتر من 2 كيلو عضل صافي. يعمل لنفسه مثلا تحدي ان في خلال الاسبوع ده يروح يشتري ويبيع حاجات وفي الاخر يكسب 1000 جنيه ويحقق كل دول في الاخر. فلو عايز تبقى راجل بجد اشتغل على نفسك من دلوقتي وخليك قد مسؤولياتك وقد تحدياتك. ما تفضلش ترمي اللوم على حاجات انت مش مسؤول عنها، ولا تفضل تلوم الظروف وتقول لولا الظروف ومش عارف ايه. لا، الظروف هي اللي بتعمل رجاله بجد. عايزك تنزل تكتب في الكومنتس تحت ايه اكتر علامه هي موجوده فيك، وتيجي بعد فتره وتشوف هل العلامه دي فعلا اتغيرت ولا لا. وخلي اللي انا بقول لك ده هي نقطة بداية التغيير ليك. عايزك تعترف بالغلط اللي انت بتعمله، هنا المكان الصح انك تعترف بغلطاتك وتحاول تصلحها. فانزل اعمل سبسكرايب واكتب الكومنت اللي قلت لك عليه. عايزك تعترف بغلطتك، هنا امن مكان تقدر تعترف فيه بغلطتك. كلنا بنحاول نصلح من بعض. فانزل اعمل سبسكرايب واكتب الكومنت اللي قلت لك عليه وخليك راجل للاخر. وبس كده، ربنا يحفظكم وربنا يقويكم وبس. السلام عليكم.